هذا الأب قام بإخفاء كنز لأطفاله كي يعثروا عليه بعدما لاحظ أن أولاده يقضون أغلب وقتهم أمام الشاشات ونادرا ما يخرجون إلى الخارج، فصنع خريطة كنز تبدو وكأنها من زمن القراصنة، مليئة بالرموز الغامضة والخطوط القديمة، لدرجة أنه استخدم دمه لوضع علامة على مكان الكنز لجعل الأمر يبدو واقعيا. ولم يكتفي بذلك، بل جمع أدوات تبدو وكأنها أثرية ووضع الخريطة داخل أنبوب نحاسي قديم عمره أكثر من 100 عام ليزيد الإثارة. وبعد تجهيز صندوق الكنز وملئه بالمفاجآت ذهب إلى منطقة بعيدة ودفنه هناك. لكن التحدي الحقيقي كان جعل الأطفال يعثرون على الخريطة صدفة دون أن يشعروا بأنها معدة مسبقا، وهنا صادف موقع تنقيب قريب من منزله فخبأ الخريطة هناك، وبالفعل عثر عليها الأطفال وظنوا أنها حقيقية، ثم بدأوا رحلتهم نحو الكنز وقضوا ساعات وهم يحفرون في أماكن مختلفة بحثا عنه، حتى رأى أحدهم شيئا وبدأ بالحفر حتى أخرجه. كانت فرحتهم لا توصف وشعروا بسعادة غامرة.